بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى كده اقول لكم على الاسرار المهمة اللي بتخلي الكيك يطلع معاك كده هوت مش مظبوط. النهارده هنعمله بطريقة سهلة جدا وبسيطة، واقول لكم على كل الاسرار المهمة اللي هتخليه يطلع معاكي ناجح من اول مرة. يا ريت بقى الفيديو دوت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. بصوا الكيك قد ايه هش وطري وخفيف جدا، والمسام بتاعته كده هوت من جوه كده منتظمه ومظبوطه. عايزه اقول لك لو هتجربيه بالطريقه دي كده مش هتبطلي تعمليه ابدا بنفس الطريقه اللي انت هتشوفيها معايا النهارده. يلا كده بقى على طول نبدأ. بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة كده هوت هنشتغل في الخلاط. معايا كده 4 بيضات بحجم كده متوسط. لو البيض يعني صغير تقدري تحطي 5 بيضات. انا حطيت كده 4 بيضات وحطيت عليهم كده نقطتين فانيليا وكوبايه وربع كده من السكر. هضربهم كده في الخلاط لحد ما لونهم كده يفتح. هتشوفوا كده معايا اللون هيتغير ازاي لما بضربهم كده كويس. والسكر يدوب، اهم حاجه السكر يدوب كويس، ما يبقاش فيه كده اي تخريزات في السكر. هتلاقي اللون كده وتفتحي كده وبقى لونه كده كريمي بالشكل ده. ابدا اضيف الزيت معايا كده نص كوبايه كده من الزيت، وهنزل بيها كده ايه بالتدريج كده او انزلي حتى بيها مره واحده مش مشكله. المهم ان انا هفضل اضرب كده برضو هتلاقي القوام برضو تقل اكتر كده ولونه فتح. خلاص كده بقى شغل الخلاط كده انتهت معانا. معايا كوبايتين ونص من الدقيق، ودي كده نفس الكوبايه العيار اللي هي الكوبايه المج العادي، واحط عليها 3 معالق من النشا. وفي نفس الوقت هحط بقى بالمره البيكنج باودر والدقيق. واحط برضو رشه الملح. وفي الاخر هنخلهم كده كويس. ويا ريت تنخليهم كمان مرتين او 3 كده لو تقدر. كل ما بتنخلي الدقيق كويس مره واتنين كده بيديكي كده هشاشه كده للكيك كده، بيبقى كده خفيف بيدخل هوا يعني في الكيك. اقلبهم بقى كده كويس مع بعض. وبعد كده بقى اجيب بقى حاجه كده تكون واسعه، انزل بالخليط اللي ضربناه في الخلاط. وبعد كده هنبدا نضيف بقى بقيه المكونات بتاعتنا. بس نزلي بقى كل الخليط كده عشان ده هيفرق معاكي في المكونات، ما تسيبيش ولا نقطه. ولو انت ما عندكش خلاط على فكره تقدري تعملي كل اللي احنا عملناه في الخلاط ده كده في عادي بالمضرب السلك. بس الخلاط بصراحه بيسرع يعني الوقت، بيخليكي بدل ما تعملي مجهود ووقت بيوفر عليكي. هبدا بقى انزل بالدقيق كده بالتدريج. انزل بكميه الدقيق دي كلها كده بس واحده واحده، مش مره واحده. خلاص كده بقى بصوا الخليط لونه جميل ازاي وفاتح. انا هنا بقى بقلب واحده واحده، بس انا مسرعه المقطع عشان يعني ما اطولش عليكم في وقت الفيديو. انزل بقى كده واحده واحده بالدقيق لحد ما كل الكميه كده تخلص معايا وتختفي. هتلاقي بقى الخليط كده معانا تقيل ومش خفيف خالص. هبدا بقى كده حطيت معلقه سمنه كده او حته سمنه كده بلدي. ومعايا بقى هنا كوبايه ميه سخنه. وهحط بقى انا كيس فانيليا من اللي هي بطعم البرتقال. انا عشان عايزه يبقى طعمه كده بنكهه البرتقال. وهحط كده ليمونه. الليمون بقى ده يعني بيفرق معايا جدا. يعني حتى لو عاملاها من غير برتقال انا بحط الليمون ده بجد بيبقى محسن حلو جدا للكيك. ابدا احط كده في كوبايه الميه، طبعا الميه دي مغليه. ولو بستخدم لبن بستخدمه برضو مغلي. جربي كده اللبن المغلي او الميه المغليه بتفرق جدا في قوام الكيك. هنزل برضو بالميه المغليه دي كده واحده واحده. طبعا زي ما قلت لكم انا حاطه فيها الفانيليا اللي هي بطعم البرتقال. بتدي طعم الكيك كده كانك عاملاه بالبرتقال بالظبط. هنا بقى جبت كوبايه ميه تانية جنبي. وهبدا ازود كده بالتدريج. احنا عايزين الخليط ما يبقاش تقيل قوي ولا خفيف قوي ميه. فضلت بقى كده احط لحد ما وصلت للقوام المطلوب. اخدت كده حوالي كوبايه ونص كده او كوبايتين مثلا الا تلت او الا ربع. هحط معلقه كده من الخل واحده وهديله تقليبه كده وكده الكيك يبقى معانا جاهز. بصوا بقى اللون بتاعه فاتح ازاي وجميل ما شاء الله. والقوام بتاعه كده مظبوط. دول بقى فضلوا شويه الميه دول. معايا بقى كده صينيه 30 في 30. لو انت حابه الكيك يبقى اعلى من كده صغري الصينيه شويه. خلاص كده هنزل بقوام الكيك كده بقى مره واحده. طبعا احنا مشغلين الفرن من ساعه ما بدات كده اشتغل في الخلاط. هبدا بقى كده هبدتين كده على الرخامه عشان تطلع اي هوا كده في الكيك.
وبرده بخله كده اهوت او بحرف سكينه او بحرف معلقه تقدري تعملي الحركات دي كده عشان ما تبقاش فيها ايه فراغات كده كتير في قلب الكيك. خلاص بقى كده اهوت هبدا بقى ايه ادخله بقى كده الفرن، وهدخله على درجه حراره 180. معلومه بقى مهمه، الكيك حاولي يعني اول ما يستوى كده هو ما تطلعوش على طول على الهواء، لان ده السر اللي بيخلي بعد ما تبقى عاليه تهبط كده شويه. فانا عشان كنت مستعجله وطلعتها على طول سخنه كده مولعه وسبتها على الرخامه، فحسيت ان هي نزلت كده شويه. لازم تسيبيها كده حتى بعد ما تستوى، تسيبيها كمان كده ايه دقيقه كده في الفرن او دقيقتين عشان خاطر ما تهبطش منك بسرعه. بس عايزه اقول لكم بقى عايزه طريه شبه الملبن كده، وبجد والله العظيم بصوا القطعه خفيفه جدا وطريه طراوه ما شفتش يعني ما تشوفيش بعد كده ايه ولا قبل كده. جميله جدا بجد، جربوها ما بتاخدش وقت خالص. بصوا عامله ازاي لونها فاتحه كده اهوت وطريه جدا وهشه. اتمنى الفيديو يعجبكم وان شاء الله جربوها بالطريقه دي. لو انت بتعملي الكيك كده ويطلع معاكي فيه اي مشكله جربيه بالطريقه ديت كده اهوت بجد هيعجبك، ومش هتبطلي تعملي بالطريقه دي كده خالص. يا ريت بقى لو وصلتي معايا لحد هنا ما تنسيش تحطي لايك، ولو انت لسه اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشتركي في القناه عشان يوصلك مني كل جديد. اشوفكم باذن الله فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.